جدا تقدر تتنكر في اي شكل، وعينيها بتبقى بتنور واسمها كاميليون. فبو بيسالها طب وهي عايزه مني ايه؟ قالت له انا ما اعرفش، تقدر انت تروح تسالها. بو قال لها طب وازاي انا اقدر اروح لها؟ قالت له ممكن تروح لها لو خرجتني من السجن واوديك ليها. وفعلا بو بيخرجها من السجن وبيتفق معاها ان قصاد ان هي هتوديه لكاميليون هيخفف عنها العقوبه. وبيروح بو وجين في طريق لكاميليون، وحراس السجن بيبقوا قاعدين في مطعم ابو بو وبيتكلموا ان بو رايح يقابل كاميليون، وان كاميليون مستني القمر الدموي علشان يتحول. وبنشوف كاميليون وهي مجتمعه مع كبار عائلات الجريمه، واللي بيقرر كبيرهم ان هم يهزموا كاميليون، لكن وهي بتكون متنكره في شكل قائد تمساح وبتتحول فعلا، وبتقول لهم ان انتم لازم تعملوا اللي انا عايزاه، لان انا مستنيه القمر الدموي بعد الليلتين علشان عاوزه اعمل حاجه مميزه في دماغي، وانتم هتجيبوا لي كل الذهب اللي عندكم. ولكن القائد بتاعهم بيعترض ويقول مش هندفع. بس كاميليون بتتحول لفيل ضخم وبتضربه وبتهدده انه يجيب كل حاجه والا هتاخد روحه.